راجع لكم النهاردة بمواجهة تعتبر من أهم المواجهات في القناة، وبجد مواجهة النهاردة مشبعة بالأحداث والتفاصيل اللي بجد هتقدر تستمتع بيها جدا، وعايزك تسرح معايا وترمي خيالك وانت بتسمع عن شخصيتين النهاردة، لأن زي ما انتوا عارفين اني بحلل الشخصيات من حيث بداية نشأتهم وتحليل شخصيتهم وقدراتهم الخارقة. وشخصيتين النهاردة هما ايرون مان ودكتور فيكتور دوم، والرابط اللي بيجمع شخصيتين النهاردة هو الممثل روبرت داوني اللي كلنا اكيد عارفينه بأدائه لشخصية ايرون مان، وغير كمان شخصية دكتور دوم اللي لسه هيقدمها في فيلم هيتعرض في مايو 2026. ولو حابب تعرف ما لا تعرفه عن شخصية دكتور دوم ففي فيديو موجود على القناة هتلاقيه قبل الفيديو ده، وهتلاقي لينك الفيديو في الوصف. المهم جهز مشروبك المفضل وتعال استمتع بحلقة النهاردة. بداية ظهور الشخصيتين، ايرون مان او توني ستارك ظهر لأول مرة في عالم مارفل في سنة 1963 في العدد 39 من سلسلة Tales of Suspense. صنعت الشخصية على ايد الكاتب ستان لي والفنان دوك هاك، وظهر كعبقري في التكنولوجيا وصاحب شركة أسلحة كبيرة. من ناحية تانية دكتور فيكتور دوم ظهر سنة 1962 في العدد الخامس من سلسلة فانتاستيك فور، وهو برضو من صنع الكاتب ستان لي وجاك كيربي، وتقدم كشخصية شريرة عندها ذكاء غير عادي وسحر قوي. نشأة الشخصيتين، توني ستارك اتولد في عائلة غنية وابوه كان راجل أعمال ناجح. توني كان عبقري من صغره واشتغل في صناعة الأسلحة. حياته اتغيرت لما اتخطف واتصاب بشظية قريبة من قلبه، وده اللي خلى توني يطور بدلة ايرون مان عشان يحافظ على حياته ويهرب من الخاطفين. أما الجهة التانية فيكتور دوم نشأ في لاتفيريا، دولة صغيرة في أوروبا الشرقية، ومر بطفولة صعبة جدا بعد وفاة والده ووالدته. دوم كان عنده ذكاء كبير جدا وتعلم استخدام السحر بجانب التكنولوجيا، وده خلاه يبقى واحد من أخطر الأشرار في عالم مارفل. القدرات الخارقة، ايرون مان بيعتمد على بدلة حديدية بتديه قوة خارقة وسرعة وبتمكنه من الطيران، ومزودة بأسلحة متقدمة زي الصواريخ والليزر. البدلة بتتحسن باستمرار بفضل ذكاء توني واختراعاته المتطورة. أما دكتور دوم عنده خليط فريد من السحر والتكنولوجيا، وغير درعه الحديدي مش بس بيحميه لكنه كمان بيزيد من قوته وبيخليه يقدر يستخدم السحر بطرق محسنة. دوم عنده قدرة على التحكم في الطاقة السحرية، وده بيخليه خصم مرعب في أي معركة. الشخصية والأخلاق، توني ستارك بدأ كشخصية مغرورة وأنانية لكنه تحول لبطل بيحاول دايما يعمل الصح ويحمي الناس. عنده شعور كبير بالمسؤولية ودايما بيدور على طرق جديدة لتحسين العالم وحماية الأرض من الأخطار. أما دكتور دوم بيشوف نفسه كحاكم عادل، بس هو قاسي وما بيترددش يستخدم أي وسيلة علشان يحقق أهدافه. دوم مش بيشوف نفسه شرير، بل بيعتبر نفسه مخلص لشعبه في لاتفيريا ومستعد يضحي بأي حد عشان يحافظ على سلطته. طيب مين هينتصر في المعركة بينهم؟ طبعا ده السؤال المهم، مين هينتصر في معركة بين ايرون مان ودكتور دوم؟ من جهة ايرون مان عنده بدلة متطورة وأسلحة قوية وذكاء حاد وقادر يتكيف مع أي موقف ويعمل ترقية لبدلته بسرعة علشان يتفوق على خصومه. لكن دكتور دوم مش بس بيعتمد على التكنولوجيا، لا، عنده سحر قوي وبيخلط بين السحر والتكنولوجيا، وغير كمان معرفة عميقة بالعلوم السحرية. ده بيخليه دايما عنده خطوة قدام ايرون مان في اي معركة مباشرة. لكن لو فكرنا في معركة شاملة يمكن ايرون مان يكون عنده افضلية في البداية بفضل التكنولوجيا المتطورة الخاصة بيه، لكن دوم ممكن يستخدم السحر عشان يعكس الهجمات او حتى يتحكم في بدلة ايرون مان نفسها. بصراحة المعركة صعبة، فلذلك اللي هينتصر في معركة النهاردة هو، بصراحة أنا هخلي فيه شوية ديمقراطية في القناة وهسيب الرأي المرة دي للجمهور، وأكتر شخصية مكتوب اسمها في التعليقات هعلن إنها هي الشخصية المنتصرة في الوصف. بس عايز أقول لكم المعركة بين ايرون مان
ودكتور دوم مش هتكون سهلة لأي حد فيهم، والنتيجة هتعتمد على كتير من العوامل في الآخر. كل شخصية عندها مميزاتها وعيوبها، وده اللي بيخلينا نعشق عالم مارفل، لأنها بتدينا التنوع في الشخصيات والمعارك الملحمية اللي بنشوفها. المهم أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك لو لسه جديد معانا، وكومنت كمان تكتب فيه من الشخصيات اللي حابب تشوفها في المواجهة الجاية. وأخيرا ألقاكم على خير الحلقة الجاية، مع السلامة.